سامع الصوت ده؟ برق ورعد ومطر في شهر 6. حاجة غريبة مش كده؟ اللي يخلي المطر يجي في شهر 6؟ وكمان ايه الجديد اللي هيخلي 2024 اكتر سنة حر في تاريخ البشر؟ تعالوا نشوف. الفترة اللي فاتت شفنا لأول مرة أمطار في شهر 6 اللي المفروض متعودين إنه شهر أواخر الربيع وبداية الصيف ومفيهوش أي مطر. أمال المطر ده جه منين؟ مع ارتفاع درجة الحرارة بسبب الاحتباس الحراري، وده مش هتكلم فيه كتير عشان اتكلمت عنه في فيديو الاحتباس الحراري وتغير المناخ، هسيبهولك بس في الديسكريبشن. هنلاقي ان نسبة ثاني اكسيد الكربون والميثان واكسيد النيتروز زادت بشكل كبير في الجو بسبب استهلاكنا الزيادة للوقود والفحم وتربية المواشي، وده اللي سبب ارتفاع في درجة الحرارة بشكل ملحوظ السنين اللي فاتت. ولما درجة الحرارة تزيد عن الطبيعي هيحصل تبخير مية أكتر، المية اللي في التربة، المية اللي في النباتات، المية اللي في البحار، بخار مية أكتر يعني أمطار أكتر. وعشان كده الأيام اللي فاتت شفنا فيها أمطار في موسم ما فيهوش مطر، ومتوقع الموضوع ده يتكرر. طيب الاحتباس الحراري مش حاجة جديدة، سمعنا عنه كتير قبل كده. ليه بقى 2024 هتبقى أكتر سنة حر؟ عشان في 2024 بالإضافة للاحتباس الحراري اللي في الطالع وما بيقفش، جاي لنا النينو. النينو ظاهرة طبيعية معروف إنها بترفع درجة الحرارة، يعني الرفع هيبقى من ناحيتين، وهتبقى أكتر سنة حر شافها الإنسان. يا ستار يا رب، يا ستار يا رب، يا ستار يا رب. الجو زمن كده ليه؟ مش عارف، ده أنا جسمي بينز عرق. كل فترة بتتراوح بين 2 ل7 سنين بيحصل ظاهرة اسمها النينو، ودي بتحصل في المحيط الهادي وبترفع من حرارة المناخ على مستوى الأرض كلها، وبتسبب جفاف وحرائق غابات ومشاكل تانية كتير. طيب بتحصل ازاي؟ خلال القرن ال17 البحارة ابتدوا يلاحظوا فترات المية فيها بتكون دافية والسمك قليل، وسموها النينو، بس العلماء ما فسروهاش غير في نص القرن ال19. الوضع العادي ان الرياح بتتحرك على طول خط الاستواء من الشرق للغرب بسبب دوران الأرض، وتيجي حاجة اسمها تريد ويند أو بيسموها الرياح التجارية تعمل انحراف للحركة دي بيسموها هورس إفكت. ولما الرياح التجارية دي تتحرك ناحية الغرب في المحيط الهادي بتسحب المياه الدافية من شواطئ أمريكا الجنوبية ناحية آسيا، ومع حركة المياه الدافية المياه الباردة بتطلع لفوق، والظاهرة دي اسمها أب ويلينج، ودي بتخلي المياه غنية بالمغذيات بتاعة السمك، وبتخلي المياه فيها سمك كتير. وعشان كده النظام ده لما بيختل الحياة البحرية بتتأثر بشكل كبير. خلال النينو بقى الرياح التجارية بتكون ضعيفة، فالمياه الدافية ما بتتحركش ناحية آسيا وبتفضل متجمعة على شواطئ أمريكا، فبالتالي عملية الأبولينج مش هتحصل، ومغذيات السمك في المياه هتقل، والسمك يا إما هيهاجر يا إما هيموت. ده غير إن تجمع المياه الدافية ده هيسخن الجو ويرفع درجة حرارة المناخ أكتر من الطبيعي على مستوى العالم. النينو شبه لما تكون بتطبخ حاجة على البوتاجاز وتفتح الحلة والبخار يطلع ويسخن المطبخ. النينو كمان بيزود الأمطار بشكل مضاعف في أمريكا، وبيسيب فيضانات عنيفة، وبيعمل العكس في آسيا وأستراليا، يسيب فيهم جفاف. وعشان أستراليا فيها مساحات كبيرة من الحشائش والغابات، النينو من أكبر أسباب الحرائق اللي بتحصل فيهم. في توقعات كتير إن في أول السنة الجاية أستراليا هتشهد حرائق غابات كتير أكبر بكتير من حرائق 2020 اللي حصلت في سنة ما كانش فيها نينو وحرقت 15 مليون قيراط من الأراضي. حرارة الجو خلال فترة النينو بتزيد 1/10 أو 2/10 درجة سيليزيوس، بس مش كل فترات النينو بتبقى بنفس الشدة، ممكن تبقى متوسطة وممكن تبقى شديدة، تستمر من 9 ل 12 شهر، بس في بعض المرات استمرت 4 سنين. وأشد نينو تم تسجيله كانت سنة 1997 لسنة 1998، وأحداثه سببت وفاة 2100 شخص وربع مليون إنسان اتهجروا من بيوتهم بسبب الفيضانات والأعاصير. الظاهرة اللي عكس النينو اسمها لانينيا، ودي بتحصل إن الرياح التجارية شدتها بتزيد والأبولينج بيزيد معاها، فالمية الباردة بتتجمع على السطح وتبرد الجو وتوفر مغذيات أكتر. وخلال لانينيا الحياة البحرية بتزدهر أكتر عشان مغذيات السمك بتزيد. يعني الخلاصة إن النينو بيسخن المناخ واللانينيا بتبرد المناخ. طيب سنة 2022 اللي هي السنة اللي فاتت كانت واحدة من أكتر السنين اللي شهدت ارتفاع درجة الحرارة في تاريخ الإنسان، ووقتها الأرض كانت بتمر بفترة لانينيا. طيب سنة 2024 اللي الأرض هتمر بيها بفترة نينو هتبقى عاملة إزاي؟ أنت معايا؟ متوقع بنسبة 66% إن النينو الجاي هيبدأ في الخريف من أغسطس لأكتوبر الجاي، بس تأثيره بياخد كام شهر عشان نحس بيه. ف 2024 هي اللي متوقع إنها تشهد أعلى درجة حرارة عرفها الإنسان، ومناطق كتير من الأرض هتعيش تغيرات كبيرة جنب ارتفاع الحرارة زي عواصف وأعاصير وجفاف وحرائق غابات. لازم نجهز نفسنا لسنة هيكون المناخ فيها صعب. وصحيح النينو من الظواهر الخارجة عن إرادة الإنسان، بس علينا مسؤولية الجزء الثاني بتاع الاحتباس الحراري.
ولازم يكون في حلول سريعة قبل فوات الأوان. الأرض ما بتبقاش على حد، ومرت ب5 حوادث على مدار تاريخها معظم اللي كانوا عايشين عليها راحوا فيها، والستة اسمنا مكتوب عليها وعمالة تبعت لنا إنذارات. ولو عايز تشوف صورة أوضح للي هيحصل لو وصلنا بالمناخ لنقطة اللا عودة، في أفلام بتصور الأرض في الأوقات دي، والأفلام دي أبعد ما يكون عن الخيال العلمي زي ذا روت وأوتوماتا وإنترستيلر وذا داي أفتر تومورو. هتقرب لك الواقع اللي هتشوفه الأجيال اللي جاية لو فضلنا مكملين بنفس التعامل مع المناخ. ولو طلعت بمعلومة واحدة جديدة أنا هكون مبسوط. وما تنساش دول.